تعالى يا حرامي. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر على الاكشن العالي بقى. لا ده عالي قوي بالجوز. الله اكبر، تبارك الرحمن. السلام عليكم، معاكم اخوكم ايمن عرف. ان شاء الله مكملين في سلسله صيد الغله. باذن الله النهارده هنصطادوا لطش من على المرايه. كذا حد من اخواتنا وحبايبنا بيسال على العود والمكنه، وحد تاني برضو من اخواتنا بيسال على الطريقه بالتفصيل، ازاي بترمي وازاي بتشتغل. ان شاء الله هشرح كل حاجه في الفيديو ده. اول حاجه هرد على اخواتي وحبايبي اللي بيسالوا على المكنه والعود. بص يا اخويا حبيبي، خدها قاعده كده مني: العده ما تصطادش. ما تفكرش عشان انا باخد سمك يبقى العده ليها دور فيها، لا، العده ما بتصطادش. فانت ما تشغلش بالك بموضوع العود والمكنه. في اي حد بيصطاد في النيل هات ارخص حاجه، بس راعي لما تجيب مثلا عود تجيبه خفيف. ما تجيبش عود من اللي هو العقله التخينه ده يبقى تقيل على ايدك، لا، هات عود خفيف. يعني انا مثلا بالنسبه للعود بتاعي ده الله المستعان اسمه اقوى مارينا. ده يعني اللي هو وسط، هتلاقيه مثلا في حدود 250 230 جنيه. اقوى مارينا ممتاز بصراحه، ومش بتاعي انا، شحته من اخويا فهي العده ما تدققش، ومكنه صغيره، اي مكنه صيني 2000 3000 شغاله معاك زي الورد. النيل ما بيهلكش عده. واللي مثلا يقول لك بقى كسر عيدان والكلام ده، لا يا جماعه. اللي يجي يقول لك سمك بيكسر عيدان، اعرف ده بقى ان هو ايه، بيهول واشتغالات. ليه؟ هقول لك يا حبيبي. يعني انا مثلا العده دي انا بلطش بيها، الطبيعي دي عده ضعيفه ان هي تتكسر، بس لا، دي عمرها ما تتكسر. ليه؟ عشان انت على مكنه هنا. بص قرب كده محمد سنه. بص يا اخويا، وانت بتلطش لو وعرت معاك تحت، لو مفيش السحبه دي من المكنه، الظنان ده مش موجود، العود يتكسر منك. سمكه كبيره لو 10 كيلو تحت، لو الظنان ده كده مش موجود، يجيب ترس هيبوظ لك المكنه. فطول ما ده شغال، ولا مكنه هتبوظ ولا عود هيبوظ. واللي يقول لك حاجه غير كده اعرف انه بيشتغلك. الناس اللي يجي يقول لك سمك بيكسر عيدان والكلام ده، لا، ده شغل تهويل. مفيش سمك بيكسر عيدان ولا بيبوظ مكن. بس دي اول حاجه بالنسبه للمكنه. هات ارخص حاجه، بس راعي اللي بقول لك عليه، تكون حاول اي عده بتشتريها تكون عده خفيفه. بالنسبه لاخونا وحبيبنا وطريقه الصيد حلوه اللي مش عاجبه حد بص يا اخويا الحبيب، هات كده يا محمد. اول حاجه هتربط الشلتين بنفس المنظر كده زي سلاحين الغله والمدور بتاعك، وهترص على الخيط 3 4 رصاصات عشان يريحوا الخيط بتاعك على الارض. لان زي ما قلت قبل كده، اهم حاجه الخيط يكون مريح على الارض، لان الخيط هو اللي بيخيل السمكه. طيب هنيجي لطريقه الرمي. هات كده يا محمد الميه. بص يا اخويا حبيبي، لو انت عايز تصطاد بالطريقه بتاعتي دي لازم تكون عامل حواشين. السمكه هتجيلك داخله بلقمه تتخابس بتسرق المرايه من جنب الحواس، سواء يمين او شمال. فانت لما تيجي ترمي اهو، ماسك الخيط بتاعك. هات كده يا محمد الميه. تمام، هتيجي هترمي كده جنب الحواش، تريح شلتك على الارض اهو جنب الحواش، وراكن بوسطه. تمام، دي بالنسبه للرميه. ترمي رميتك تكون جنب الحواش. تاني حاجه، وانت قاعد مراقب المرايه تحت ومراقب السمكه، هتلاقي في سمك عايم على وش الميه، ده ما تضربش عليه، لان فرصتك في السمكه العايمه ضعيفه جدا. انت كل تركيزك يكون فين؟ على السمكه اللي داخله بتسرق في المرايه تحت، دي تبقى قريبه من الشليت. دي اللي لو انت شفت 3 4 سمكات عدلين داخلين، او سمكتين عدلين فوق الخيط فوق الشليت، اضرب عليهم. لكن السمك العايم ده ساعات بيبقى قدام مني لحم كده، ما بضربش عليه، لان السمك العايم فرصتك فيه ضعيفه. فانت تقعد مراقب المرايه لحد ما سمكتين ايه عدلين داخلين بياكلوا من الغله اللي على المرايه، دول اللي تخبط عليهم. فنقطه مهمه، ما تشغلش بالك بالسمكه العايمه. وان شاء الله مكملين. اي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لنا في التعليقات. وبالنسبه لاخواتي وحبايبي اللي مش عاجباهم الطريقه، لو انت دي وجهات نظر، لو انت مش مناسباك مناسبه غيرك، فاحنا بنقدم محتوى عايزين نفيد بيه الناس. انت مثلا مش شغلك تروح بسمك، لا، في غيرك شغله يروح بسمك. انا بالنسبه لي كصياد، انا صياد، الهدف الاساسي ان انا اصطاد اطلع سمك. فعشان تيجي تقول ده لطش وما فيهوش ممتع، لا، ما تحكمش. كتير من اخواتي وحبايبي كاتبين لي في التعليقات ما شاء الله خدت احجام واتمتعت.
كان معانا واحد من اخواتنا وحبايبنا بيصطادوا قدام مني هنا، طلع اللي فاتت ما شاء الله والله العظيم كان بيرقص، صاحب حوالي 4 كيلو سمك مروح فارس صدره داخل بسمك. معلش اصل الجو الوضع البائس بتاع الصيادين ده كله عارفه، انك تطلع وشايل العده وصارف ومكلف نفسك وترجع من غير سمك، بتبقى الجو مش لطيف، بتروح شكلك البيت وحش. فانت هدفك كصياد ان انت ايه؟ ان انت تمسك سمكتين تروح بيهم. وبعدين انا بقول لك خدها من اخوك، الصيد ده في قمه المتعه، ان انت ما بتلطش عشوائي، انت بتصطاد بتلطش على سمكه انت شايفها على المرايه، فانت طول ما انت قاعد لا مستمتع انك مراقب السمكه ومستني سمكتين عدلين مخيلينك تحت، لا صيد ممتع جدا. فاحنا اللي مش جايه معاه مفيش مشاكل، دي وجهات نظر، واحنا عايزين ايه؟ عايزين نفيد الناس. حابب تجرب جرب، وباذن الله هتدعي لنا انك هتمسك سمك، وان شاء الله خير وربنا يرزق الجميع، وجزاكم الله خير. بركة بسم الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله تبارك الرحمن. عركة بسم الله ما شاء الله. يا ابن الجزمة ابعد عن الحجارة. بسم الله ما شاء الله، ابعد عن الحجارة. بسم الله الله اكبر، بسم الله تبارك الرحمن. على مهلك على مهلك، عايز اخش الحجارة. بسم الله ما شاء الله. اثبت اثبت، جايب عنك اثبت يا ولا روح مني فين؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. ترحموش حرامي الغلة يطلع يسرق منك المراية وتروح معكش حاجة. لا يعني تعلق عنكب وتجيبه، ولا تقعد تتفرج على الريشة وقفاك يا ام مرعيش. ما شاء الله، اديله على خشمه. بسم الله بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. عركة بسم الله ما شاء الله. اثبت اثبت، بسم الله ما شاء الله. عركة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اثبت 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 يا صايع. بسم الله ما شاء الله. اثبت، تعال رايح فين؟ تعال عايز تخلع من عنكب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. آلة قتل. بسم الله ما شاء الله. متعة متعة. علق عنكب، آلة القتل، متع نفسك. روح لك كده بشوية سمك داخل البيت، فرس صدرك. لكن جو البؤس بقى، لف في الشمس واقعد في الشمس وما فيش انتاج، احساس بائس يا جماعة. والله انا عامل القناة ده عشان عانيت من البؤس ده كتير، وتروح شكلك بايخ. اثبت يا فقري. بسم الله ما شاء الله. يعني انا عامل القناة وعامل عشان والله ما حدش يعاني البؤس اللي انا عانيته. انا الغلة بفضل الله يعني الف كتاب والله فيها، بس انجز انتاج ما شاء الله. بسم الله بسم الله الله اكبر، بسم الله الله اكبر. عركة بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. العب يا ولا العب. متعة متعة. بسم الله ما شاء الله. العب العب، سايبك العب بيك شوية على الصايع مخمخني. بسم الله ما شاء الله. تعالى كفاية عليك كده ما شاء الله. متعة متعة. عركة في المية دي في يونة الصيد. ربنا يدي كل محروم وكل صياد بائس بيطلع بيعاني في الشمس وما بياخدش سمك. ان شاء الله ربنا يرزق الجميع. تعالى شايفك. بسم الله الله اكبر. تعالى يا عسل، بس ابعد. طيب هتخش جوه الحجارة؟ ايوه ابعد بعيد، ايوه ابعد. بسم الله ما شاء الله. شايفك يا حرامي، تسرق المراية. ايوه كده ابعد بعيد. تعالى. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. عنكب. آلة قتل. علق عنكب. معلمين اللي طالعين يسرقوا شقاك المراية اللي دافع فيها دم قلبك، سيبهم ياخدوها اللصوص دول، فرمهم. علق. بسم الله الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. يا ابن الجزمة بركة بسم الله.
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وحش وحش، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. محمد عركة. بسم الله ما شاء الله. اهدي العاصي يا رب، اهدي العاصي. بسم الله ما شاء الله. ايه اثبت اثبت على مهلك، مش مستعجل عليك. يلا خليك محترم. تعالى. ايه تعالى. لا يا ابن الذين، مجرم مجرم كبير. تعالى يا مجرم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جامد اللي اتمتع. بسم الله ما شاء الله. متعة متعة. بسم الله ما شاء الله. تلفتولي دماغي يا مجرمين. خير خير. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا حرامي. بسم الله، الله اكبر الله اكبر على الاكشن العالي بقى. لا ده عالي قوي بالجوز. الله اكبر تبارك الرحمن. ده اكشن عالي. بسم الله ما شاء الله. متعة متعة والله. بسم الله. بالجوز. خلاها طب بعيد عن الحجارة صيع. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ايه ده فلت يا ابن الجزمة؟ فلت واحد. بسم الله ما شاء الله. فلت التاني. اقسم بالله اكشن مالو حل. بسم الله ما شاء الله. يلا الحمد لله. بس متعة متعة. يلا ملناش نصيب في اللي راح. خير. دمك ساحة عليه. حد قال لك تطلع تسرق المراية انت والصايع التاني؟ ما شاء الله. يا بركة. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. اثبت يا ولد. بسم الله. اثبت اثبت. تعالى. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عنكب اللي بيجي في سكته بيفرمه. ما شاء الله. يا بركة. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. يا ابن الجزمة. صغير على اللي تعمله ده يا صغير. تعالى. بسم الله، الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. يا ابن الجزمة. يا بركة. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله، الله أكبر. عركة. بسم الله ما شاء الله. اثبت. محمد عركة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله، الله أكبر. تعالى يا صايع. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. شكل النهارده عامل مجزرة في العصابة اللي تحت دي. ما شاء الله. لحم تحت لحم. ان شاء الله هموتهم ضرب. بس يا رب البطارية تعمل بأصلها معايا.